3 بنات سابوا أهاليهم وراحوا مدينة بعيدة علشان يشتغلوا ويستكنين في شقة لوحدهم، وكل واحدة شغالة فيهم في مكان مختلف. وفي يوم كانوا خلصوا الشغل وكانوا سهرانين مع شباب زمايلهم من أيام الجامعة، وكانوا بيشربوا خمور، فعرض عليهم شاب منهم إنهم يروحوا يسهروا في فندق، وبعدها قعدوا وسكروا جدا. وفي واحد فيهم حاول يعتدي على بنت، لكن البنت بتضربه بإزازة الخمرة في وشه جنب عينه، فبيتعور وعينه بيحصل لها إصابة خطيرة، وكمان على وشك إنه يفقدها وبيروح المستشفى. والبنات بيفكروا هيعملوا إيه بعد الورطة دي، وبيبقوا خايفين يبلغوا لأنه بيبقى ابن مسؤول كبير في البلد. فتعالوا نشوفوا إيه اللي هيحصل. بس قبل ما نبدأ فيلمنا ما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدأ عظمة النهاردة. بيبدأ فيلمنا مع شاب متعور في عينه وراكب عربية هو واصحابه، وبيسوق صاحب العربية وقال له احنا مش هنسيب البنات دي في حالها. فدول 3 بنات عايشين مع بعض في شقة لوحدهم، وكانوا راجعين البيت متأخر لوحدهم وقلقانين علشان منال صاحبتهم ضربت واحد كانت بتقابله وسببت له إصابة شديدة جدا في عينه وغرقان في دمه. ودنبي صديقه بيكون معاه وبيكلم والد الشاب اللي اتصفى عينه وانه حصل مشكلة وهو دلوقتي في العمليات. وبعدها الدكتور بيعالجه وطلع ازاز من وشه جنب عينه، وقال لصاحبه انه لازم يعمل أشعة رنين مغناطيسي علشان نطمن على عينه. وقال لهم كمان عايزين تعملوا بلاغ وتقرير للشرطة علشان الحالة خطيرة، فبيرفضوا بيكونوا اكنهم عاملين عاملة. وقالوا اهم حاجة دلوقتي يطمنوا على صاحبهم. وبيكون ديباش جارهم العجوز بينزل يتمرن الصبح، ومنال بتنزل تجري وبتبص للراجل العجوز بصات غريبة وقلقانة مع انها بتشوفه كل يوم. وبعدها بيتصل ابو الولد المصاب في عينه بيه، وبيكون راجل صاحب نفوذ والسلطة في البلد. فواحد من صحابه بيرد وبيقول له مين عمل كده، فمش بيرضى يقول علشان ابنه كان بيحاول يعتدي عليها، وقال له هخليه يفوق ويكلمك. وبنرجع للبنات وبيرجعوا متأخر كل يوم، وبيكون جارهم صاحب البيت مش حابب ده، خصوصا انهم بنات لوحدهم وبيرجعوا متأخر كل يوم. وبعدها صاحب البيت بيجي له مكالمة من الولد اللي كان عايز يعتدي على البنت انه يخليهم يسيبوا الشقة. وتاني يوم الراجل بيعدي على البنات البيت وقال لهم هو في مشكلة حصلت معاكم؟ قالوا له لا، ولكن بيكون وشهم مصفر ومخضوضين فبيعرف ان في حاجة. وبعدها الراجل صاحب البيت كان رايح يجيب حاجة بالموتوسيكل بتاعه، فاصحاب الولد اللي كان عايز يعتدي على منال بيوقعوا من على الموتوسيكل وقالوا له لازم تمشيهم، دول بنات مش كويسين، وكانوا عاوزين يقتلوا واحد ومتهمين في جريمة قتل، وانه لازم يمشيهم يا اما هيطولوا الاذى. وبعدها الراجل صاحب البيت اتصل ببنت من البنات وقال لها على كل اللي حصل، وان في واحد هدده انه لازم يمشوا. وبعدها البنت بتتصل بمنال لكنها ما بتسمعش الموبايل لانها بتكون في الشغل. وبعدها البنت راحت لبيت ابوها وقالت له على كل اللي حصل، وان كان في شباب خارجين معاهم بعد شغل منال في فندق وسهروا معاهم، وواحد فيهم كان عايز يعتدي على منال. وردت فعل ابوها انه بيلومها انها راحت تسهر مع شباب ما تعرفهمش في فندق لوحدهم بتاخر وبيسيبها وبيمشي. وبعدها صاحب الشاب اللي اتعور في عينه بيتصل بمنال وهددها انه هيوريها ايام سودة، فقالت له انها ما كانتش تقصد بس هو تهجم عليها. وبعدها بيكمل تهديده، فقالت له اعلى مفخلك اركبه. وبتكون اندريا صاحبة منال قاعدة مع صاحبها وبتحكي له على اللي حصل، وقال لها اللي عملته منال ده صح ولازم تقدم فيهم محضر. وفي نفس الوقت بيجي لها فيديو على موبايلها وحد صورهم وهم قاعدين، وده يعتبر تهديد، فبيقوموا يمشوا من المكان بسرعة. وفلك صاحبتها بتكون مع صاحبها وبتحكي له، ولكن ردة فعله مختلفة، فبيقول لها ده ابن مسؤول كبير في البلد ايه ويلم الموضوع. وبعدها منال بتروح اسم الشرطة بتعمل محضر، فالظابط قال لها كويس ان الموضوع اتلم وهو شوية وهيبطل يهددها، وان القضية دي فيها كلام كتير لانك كنت سهرانة معاه بمزاجك في فندق وفي وقت متأخر، والنوع ده من المحاضر في سم عليها. وبعدها منال بتكلم ست زميلتها وبتقول لها اللي حصل، فبتوديها لظابط شرطة تبعها واقترح عليها تعمل محضر في المنطقة اللي حصل فيها الواقعة. ومنال بتروح وتحكي لاصحابها، فصاحبتها فلك بتلومها وقالت لها اني شايفة اننا نلم الموضوع واحنا بنات لوحدنا وجايين قاعدين لوحدنا علشان نشتغل وما نعملش مشاكل، وانا هحاول اتواصل معاهم وننهي الحوار ده. وفي واحد من صحاب الولد اللي اتعور بيقترح انهم يخلصوا الموضوع على كده واننا كده خالصين، فمش بيوافقوا. وفلك بتكلم الولد المتعور فبتقول له كده الموضوع خلص وخالصين، وقال لها انا مش هسيبها الا في حالة واحدة بس لو اعتذرت وبيشتمهم. فبتنفعل عليه وقالت له انت غلطان وبيجح كمان. وفلك بتروح شغلها، فالمدير بيفاجئها بان رقمها منتشر على النت وليها كمان صور متركبة على مواقع مش كويسة، وقال لها انا عارف ان ده مش حقيقي بس الموضوع اتشهر وهيأثر على الشركة، وبيقول لها تشوف شغل تاني. وبعدها ومنال نازلة تجري كل يوم الصبح كالعادة، فعربية بتخطفها وبيكون ديباج الراجل العجوز جارهم شافها وحاول يجري ورا العربية لكنه مش بيلحق وبلغ الشرطة، لكن بيسألوا على ارقام العربية فبيكون مش عارفها. واصحاب الولد المتعور هم اللي خطفوها وبيعتدوا عليها وبيبهدلوها وبيرموها بالليل عند البيت وديباج بيشوفها. وبعدها بتروح البيت وبتكون منهارة، وتاني يوم بيروحوا يعملوا بلاغ في الولد المتعور واصحابه. والظابط بيكلم ظابط مسؤول كبير قبل ما يعمل استدعاء ليهم لان ابوه راجل تقيل في البلد. وبعدها ابو الولد المتعور كلم ابنه واصحابه وطلب منهم يحكي لهم اللي حصل، فحكوا له فبيوبخهم وقال لهم انا هتصرف. والايه بتنقلب العكس والشرطه بتيجي تقبض على منال في قضيه شروع في قتل وابتزاز ابن مسؤول كبير، والحكومه بتعاملهم وحش. وكمان
وكمان قال له ان دي فتاة ليل وبيحجزوها، وحتى اهلها شافوها بعد وقت كبير بصعوبة. وبعدها البنات لما بتروح ديباج بيجي لهم وقال لهم عايز اشوف المحضر، وانه كان محامي شاطر لكنه كبر في السن وهي كده مش مدانة، فهتطلع بكفالة على ذمة القضية وانه اي محامي هيطلعها. فبيدوروا على محامي فمحدش بيرضى علشان الجاني ابن مسؤول كبير ومش عايزين مشاكل، ومنال بيتجدد حبسها وكانت في حالة يأس شديدة ومش بتتكلم. وبعدها البنات بيعرضوا على ديباج يمسك القضية لكنه مش بيرد عليهم، وديباج مش بيجيله نوم وبيروح يزور مراته في المستشفى وبيحكي لها على اللي حصل، وبيقول لها انه كبر جدا وصحته على قده، فبتقول له لازم تساعدهم حتى لو اخر حاجة هتعملها في حياتك اعمل حاجة كويسة. وبعدها ديباج بيعدي عليهم وبيجهز نفسه للمحكمة انه مرفوع عليها قواضي كتير. وبعدها بيروح المحكمة وبيكون محامي الولد المتعور مجهز مرافعة وبيقول فيها ان منال دي بنت سيئة السمعة والكل عارف كده عنها، وانها كمان كانت عايزة من الولد ده فلوس بأي طريقة، فعرضت عليه يسهر معاها ويديها فلوس كتير علشان ابوه غني فبيرفض فضربته. وبعدها ديباج بيترافع وقال ان منال قدمت بلاغ وتم تجاهله وان اصحاب الولد خطفوها من قدام البيت ودي قضية تانية ودايما بيهددوها. وبعدها المحامي بيترافع تاني وجاب شهود زور منهم شرطية وقالت انها كانت كتبت تقرير وعملت تحريات، وقال لها يوم التقرير والساعة كانت امتى، فبتقول له بيشوف التقرير وبعدها مسك التقرير ولقاه مكتوب بحبر مختلف وطريقته كمان مختلفة عن اي تقرير بتكتبه، زي مثلا انها بتملى دايما نص الصفحة او الصفحة كلها وتكمل في تاني صفحة، لكنها بتكون كاتبة جزء زيادة، فده معناه انه اتكتب في وقت تاني وما كانتش مركزة انها تخليه زي الباقي. وبيقول لها طب واليوم ده انت كنت في اجازة وكنت بتحضري فرح، وجاب صور من الفرح وفي شهود على الكلام ده، وقالت له كانت في الفرح وخلصت وراحت كتبت التقرير في الاسم، فجاب عنوان القاعة وطلع بينها وبين قسم الشرطة 20 كيلومتر من القاعة، يعني حوالي 45 دقيقة. ازاي هي راحت في 10 دقايق هناك وبيثبت انها بتكذب. وجاب الدكتور يوريه التقرير الطبي وقال ان الاصابات كانت خطيرة وجنب عينه وممكن تصيبه بالاذى، والتقرير كان خطير. وعمال الفندق شهدوا بالزور وان دول شكلهم فتيات ليل، لان البنات دي كان سمعهم بيطلبوا فلوس من الشباب وكانوا بيتدلعوا على الشباب وشكلهم كده فتيات ليل. ومنال بتقول انها ما تعرفش الناس دي، والقاضي بيقول لها اقعدي وبيرفض تكمل كلامها. وبعدها بيسمعوا كلام اندريا والمحامي بتاع الولد المتعور وقال لها انت بتشتغلي بقاعة هوا من امتى؟ فقالت له انا مش بشتغل في الحاجات دي لا سمح الله، انا شغاله في شركه. وقال لها طب ايه اللي وداكي اوضه واحد من الشباب وان كاميرات الطرقه جابتك؟ فقالت له انها كانت عايزه تخش الحمام، فبيقول لها الحمام الاوضه ده بايظ، فوداها حمام اوضته وقفلت الباب عادي، لكنها بعد ما طلعت لقيت النور مطفي وحاول يعتدي عليها. وديباج بيدافع عنها وقال للقاضي ان الولد ضحك عليها وتهجم عليها مش هي اللي راحت اوضته. وبعدها بيتم استجواب فلك وقال لها ان مرتبك قليل وعندها اخ من ذوي الاحتياجات الخاصه وانها بتمارس المهنه علشان تزود دخلها، فبتقول له لا. فقال لها انها مصاحبه شاب مطلق ومعاه طفل وانها بتخرج معاه دايما، وانه كمان جاب حساب البنك بتاعها ولقى ان في تحويله من حسابه لحسابها، وان بيدفع الفلوس دي مقابل ايه؟ اكيد واضح دي الطريقه اللي بتزودي بيها دخلك. فقالت له ان دي فلوس استلفتها علشان تعالج اخوها، وقالت له انهم ما بقوش مع بعض وعشان كده بترجع له الفلوس. وديباج بيفضل يعترض كتير على اسلوب المحامي التاني لحد ما القاضي بيحط حد لده وبيسكت القاعه. وبعدها الولد المتعور اللي متهم بالاعتداء على منال كان بيتم استجوابه وكان قلقان جدا وحاطط ايده في جيبه، فديباج بيلفت نظر المحكمه لده وقال انهم كانوا قاعدين مع البنات وعزمهم كصاحب، وكانوا هم بيلمحوا انهم عايزين يسهروا معاهم مقابل الفلوس. وقالت منال حضر لي مشروب وقال لي انا عايز فلوس دلوقتي مقابل انهم يعملوا حاجات مع بعض، فهو رفض وقال انه مش مهتم واتصدم. فقالت له مش مهم، هات فلوس بدل ما ارقع بالصوت واقول انك بتتهجم عليا وهفضحك، وجابت ازازه وضربته في وشه. وديباج ساله ايه هي التصرفات ولمحوا لكم ازاي؟ قال له كانت بتضحك وبتبتسم كل شويه. فديباج بيقول للقاضي انه ده مش دليل وان ده موقف من اي بنت عادي بيحصل. وبعدها كانوا استدعوا شهاده احد الجيران وقال ان البنات دي بيرجعوا متاخر كل يوم وان ساعات كمان في شباب بتعدي عليهم، وقال ديباج مش وارد يكونوا قرايبهم او زمايلهم في الشغل او حتى خطيب واحده فيهم. وقال له هل انت بتشوف حد بيديهم فلوس مقابل انه بيبقى معاهم؟ فرد عليه وقال له لا. فديباج قال لحد دلوقتي ما فيش دليل ملموس يقول ان البنات دي فتيات ليل، وبيتم تحديد جلسه تانية. وبعدها ديباج بياخد البنات وبيزور مراته في المستشفى، وواضح انها تعبانه جدا بس بتكون فخوره باللي بيعمله وانه بيدافع عن البنات زي ما قالت له، وبتكون حالته الصحيه متدهوره جدا وبتتوفى بعدها. وبتيجي ميعاد الجلسه الثانيه ومنال قالت للقاضي انها عارفه واحد فيهم من ايام الجامعه وزمايله ما كانتش تعرف ان في دماغهم كده، واللي عملته مجرد دفاع عن النفس وما هجمتش على حد. وبعدها جاب فيديو يوم اللي حصل فيه الاعتداء البنات انهم كانوا واقفين وبيتفقوا مع بعض على حاجه، وده بيخلي الشك يزيد اكتر. وابو منال بيشوف الفيديو وبيمشي من الجلسه وبيتحدد جلسه تانية، وابو منال بيقول لها تعالي البيت وارجعي لحد ما نشوف حل في المصيبه دي. وبعدها بتجهز شنطتها علشان ترجع بيت ابوها، وديباج بيكون شايف كل ده وحزين انه لسه مش قادر يثبت براءتهم. وبعدها في الجلسه
الثالثة قدر ديباج يثبت حاجة تبعد التهمة إن في شهادة زور من شرطية، لأنها يوم ما بتقول شافت منال كانت أجازة من شغلها وبتحضر فرح، وكمان أخفت بلاغ منال القديم. وقال القاضي إن في جلسة أخيرة هيتم النطق بيها بالحكم، وكله مستني الجلسة الأخيرة. وجه اليوم الموعود وبدأت الجلسة، وبعدها ديباج بيسأل منال، قال لها أنت مش عايزة حد يلمسك ودافعتي عن نفسك، وقال لها لو عملت علاقة قبل كده واتجوزت عرفي أو أي حاجة قولي أنت حرة، لكن مش من حق حد يلمسك غصب عنك. والقاضي قال لها ما تردش على أي حاجة مش عاجباكي، فاتكلمت وردت عادي. وديباج بيلقي خطبة خلاصتها إن البنت دي حرة في نفسها ومحدش يقدر ياخد منها حاجة هي مش عايزاها، وإنهم عايزين يسلبوا حقها منها. فالمحامي بتاع الولد المتعور المتهم بالاعتداء وأنصارهم بيتكسفوا على دمهم، وبعدها بيستجوب المحامي بتاع الخصم فلك وبيحاول يضغط عليها، وقالت أيوة إحنا خدنا فلوس وبرضه مش هنعمل حاجة، وحاول يعتدي عليهم. وديباج بعدها بيستجوب الولد المتهم وقال له لو اعتبرنا دول فتيات ليل أنت بتعمل إيه؟ أنت مش خاطب بنت من عيلة راقية؟ وقال له أنت كده كمان متورط وإنك كمان اعتديت عليها، وبدأ يضغط عليه. وبعدها قال له إحنا سهرنا مع بعض وشربنا خمور، وأي بنت بتعمل كده تبقى عايزة حاجة مش كويسة. وبعدها ديباج بيجيب صورة لأخت الولد وقال له دي أختك وكانت سهرانة مع شباب وبتسهر، يبقى ده معناه إنها مش كويسة. فبيتعصب جدا وبيفقد أعصابه ومش بيسكت، وبيبقى أثبت التهمة عليه وإنه كان انتهاك واضح، وإنه ما ينفعش يلمسها غصب عنها إذا كانت مراته أو خطيبته أو صاحبته أو سهرت معاه وشربت خمور، مادام رفضت خلاص. والمحكمة بعدها بتبرأ منال وأصحابها وبيثبتوا التهمة وبيأمروا بالقبض على الولد المتهم وأصحابه، وكمان هيتم فتح ملف قضيتهم. وديباج بيكون حاسس بالانتصار وإن حياته لها قيمة بعد ما زوجته ماتت، وهو في قمة حزنه وإن البنات مش أي حد يعتدي عليهم وليهم حقوق وواجبات. وبكده بيكون خلص فيلمنا النهارده. لو عجبك ما تنساش تقول لنا رأيك في التعليقات، وما تنساش كمان اللايك الجميل وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك منا كل جديد. والسلام.